منتخب بلجيكا بيفلت من الماتش بعجوبه من تحت ايد منتخب مصر بتاعنا. ايوه، ده المنتخب بتاعنا يا جماعه. مصر بتتعادل مع بلجيكا في اول ماتش ليها في كاس العالم. بجد انا فخور، بجد انا فخور يا جماعه. والحلقه دي انا هتكلم على كام حاجه، مش هطول عليك، بس عايز اقول ان منتخب مصر عمل كل حاجه هو عايزها في الماتش ده. وفعلا حسام حسن كان محضر مفاجاه كبيره قوي لبلجيكا. بلجيكا اللي فيها دي بروين وتيليمنز ودوكو ما عرفوش يعملوا حاجه مع دفاعات منتخب مصر، وكمان كانوا هيستقبلوا اكتر من هدف. ودوكو بعد اول 10 دقائق بالظبط كان خلاص عايز يخرج من الملعب ومش عايز يلعب ناحيه محمد هاني خالص. فاعذروني لو صوتي رايح يا جماعه، لان انا طول الماتش قاعد بهلل وقاعد بصوت على كل كره بتيجي علينا وعلى كل كره احنا بنروح بيها. لان بجد لو حد اصلا مش بيشجع الفرقتين وبيتفرج عليه ماتش عادي جدا، هو هيكون مستمتع قوي، لان الماتش ده من احلى الماتشات اللي شفتها في حياتي لمنتخب مصر. واللي اتفرج على كاس عالم 90 واكبر مننا واتفرج على كاس عالم 2018 هيقول لك ان ده افضل ماتش لمصر في تاريخها في كاس العالم. احنا كنا بنمسك كوره وبنروح على الجون ومش خايفين وبنلعب ند بالند، ودي حاجه ما كناش بنشوفها يا جماعه. انا متعصب ان احنا ما كسبناش الماتش ده، متعصب على الجون الحظ اللي دخل فينا، ومتعصب على كام قرار من الحكم كان غريب جدا. بدانا الماتش وبلجيكا ضغطت علينا وكنا كويسين وثابتين على الارض وبنلعب حلو جدا وبنحاول نخرج من الضغط ده باكتر من طريقه. محمد هاني اللي كلنا كنا خايفين منه وكلنا مش عايزين نشوفه في التشكيل اصلا، بيفاجئنا بماتش عالمي من بتوع الاهلي في كاس العالم للانديه، النسخه الليميتد اديشن اللي ما بتظهرش لمحمد هاني غير قدام الوينجات العتاوله في العالم كله. قدام مين هو هيظهر بالنسخه دي؟ النسخه اللي بيحجم فيها الوينج قدامه، لدرجه ان دوكو بعد 10 دقائق قرر ان هو يسيب الوينج ده ويخش في قلب الملعب ويلعب على الوينج الثاني. ساعات محمد هاني كان قافل عليه، كان بيخوفه، كان ساعات بيلمه كمان وبيعدي عليه واحد على واحد، مع ان هو ما عرفش يعدي عليه واحد على واحد. وده اللي انا كنت مستغربه الحقيقه. محمد هاني بجد كان في نسخه عالميه منه، وبجد محمد هاني اتظلم معانا اوقات كتير، لكن في الطبيعي احنا عارفينه في الماتشات الكبيره هو بيعمل ايه. اللي فاجئني تماما هو حسام حسن اللي لعب بالاربعه زي ما كنت قلت لكم. التشكيله اللي انا حبيت اختارها، التشكيله اللي انا حطيتها في الحلقه اللي فاتت بتاعت ماتش مصر وبلجيكا، هنعمل ايه مع بلجيكا، اخترت تريزيجيه وهيثم حسن. لا، هو لعب بامام عاشور في الوينج وكمان وزيكو في الوينج الثاني، وخلى صلاح في النص زي ما كنت حاطط، ولعب ال 4-1-4-1، وساعات كانت بتقلب لل 4-4-2. الخطه اللي خلتك شكلك احسن، الخطه اللي خلت عندك توازن، تعرف تهاجم وتعرف تدافع، وونجاتك ما تكونش مستباحه طول الوقت، والاظهره بتاعتك يكون معاها حد بيدافع معاها. امام عاشور كان لعيب مهم جدا وكان مفيد جدا، وفي المركز اللي انا حاطه في التشكيله كان مختلف، لكني كنت عارف ان هو لعيب يقدر يدربل بالكوره ويقدر يروح بيها لقدام ويقدر يعدي واحد على واحد بكل سهوله، وهو بيحب ده، وده اللي شفناه في اكتر من كوره. الراجل كان بيعدي بكل سلاسه. الراجل ده فسح دي بروين في الشوط الاول يا جماعه، غير اللعيب اللي كان على الطرف اللي هو توماس مونيه، عادي جدا، هو لعيب جريء وبيحب ده. وايه الجون ده، ايه الجون ده يا معلم، ايه الحلاوه دي، ايه ده في كورتوا يا فاجر يا قادر. والنهارده شفنا محمد صلاح بيحاول، اخيرا اخيرا يا راجل، الحمد لله على السلامه، ما عندكش حاجه تخسرها، مفيش نادي راجع له، دي اخر بطوله كبيره ممكن تلعبها يا صلاح. اخيرا شفنا محمد صلاح بيهاجم وبيبقى شرس شويه، واوقات كان بيضغط واوقات كان بيعمل فاولات واوقات كان بيجيب لنا فاولات مهمه جدا في نص الملعب. ده غير انه فعلا في الجون الاول هو اللي لعب الكره الحلوه قوي لامام دي، امام استلم وحط بوم. ايه ده، ايه الجمال ده، انا كنت زي المجنون، انا كنت اسعد بني ادم في الدنيا يا جماعه. قبل الجون وبعد الجون انا مش مصدق ان انا بتفرج على منتخب مصر قدام بلجيكا بكل النجوم بتاعتها، ومش مصدق ايه اللي احنا بنعمله ده، مش مصدق ان احنا فعلا بنلعب كوره. طب ما احنا بنلعب كوره اهو. مش مصدق ان انت بتنقل اللعب وبتهاجم وبتطلع وبترتد كمان لدفاعك عادي جدا، ولعيبتك صاحيه ومركزه، وده اهم حاجه. وكان في تفاصيل بنلعب عليها واضحه جدا، لان كان في مدرب على الخط عايش الجيم وعارف هو بيعمل ايه كويس، ومذاكر كويس قوي قوي مفاتيح لعب منتخب بلجيكا. وحلو قوي حلو قوي، انا مبسوط لحد كده، لان الفوارق كبيره، الفوارق كبيره قوي يا جماعه. انت قدرت تغطيها بحاجات كتيره قوي فنيه وتكتيكيه، وحاجات كتير تفاصيل منها كانت صغيره، وحاجات كتير كنا نقدر نجيب بيها جوان، بس التفاصيل الصغيره مش معانا. الحظ النهارده ما كانش معانا، كان نفسي الحظ يقف معانا ماتش واحد يا جماعه، وماتش واحد بس نكسبه في كاس العالم. الماتش ده ان شاء الله هيتاجل لماتش نيوزيلندا اللي جاي، بس ده مش موضوعنا دلوقتي، موضوعنا هو ماتش بلجيكا. انت كنت بتضغط وبتعمل كثافه عدديه وبتعمل كثافه عدديه على وينج معين عشان تقلب الملعب للناحيه الثانيه، كل ده ما كناش بنشوفه، وكل ده كان بيتعمل بشكل كويس جدا. جريء حسام حسن وعرف يعمل اللي هو عايزه، وعرف يخرج باللي هو عايزه من الماتش ده، بل كمان كان هيكسب. واللعيبه كانت عايزه، وكانت عايزه تقدم نفسها كويس قوي، وكانوا بيلعبوا للمدير الفني اللي بره اللي هم حابينه فعلا، يمكن الله اعلم يعني. واحد زي محمد صلاح هو عارف ان هو دي اخر بطوله كبيره هيلعبها، ولازم يأدي كل اللي عنده عشان يفضل في اوروبا لو هو عايز، او عشان ياخد العقد اللي هو عايزه. ايا كان كل ده بيصب في مصلحتي انا، ان انا بتفرج على ماتش المنتخب مصر وعايز المنتخب يعمل حاجه، وفعلا عملنا حاجه. ده الاداء المشرف اللي بجد، مش انت تتحسر انك خسرت ماتش بتفاصيل صغيره وما كسبتش او ما تعادلتش، ده
الاداء المشرف اللي بجد. خسرت بسبب غلطه بسيطه جدا. تطور كبير قوي في اداء المنتخب، مع ان برضه في شويه عيوب بسيطه جدا جدا، حاجات محتاجين نطورها قدام واحده واحده. زي ان لعيبه المنتخب في منها اللعيبه اللي بتلعب في الدوري زي زيكو، لعيب جامد قوي لكن عنده بطء في حاجه صغيره قوي قوي قوي، انه صلاح لما يجي يستلم او مرموش ويكون لاعب له الباص ما بيتحركش بسرعه، ما بيشوفش ان هو لازم يفتح المساحه للعيب ده ويجري على الخط، بيستنى يشوف اللعيب ده هيعمل ايه، وده ما ينفعش. فاكتر من كوره صلاح استلم الكوره واللعيب هجم عليه او ضغط عليه، وهو كان المفروض يجري في المساحه ويشد معاه المدافع عشان يدي صلاح خيارين، يا اما يبقى 1 على 1 او حتى يديله في المساحه دي، وهو ما بيعملش كده، عنده بطء ولاج بسيط قوي، وده ما ينفعش. لازم على الفتره الجايه نتعلم ان ده غلط، ونتعلم ان دي الكور اللي بيجي منها اجوان بجد. الجون اللي دخل فينا ولا بلاش ده جاي له كمان شويه، في حاجات بسيطه محتاجه تتعالج، حاجات بسيطه قوي 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 تخلينا نعدي من المجموعه دي بكل سهوله باذن الله. جاحد اللي هيقول لك ان منتخب مصر فرقه قليله او فرقه ضعيفه او لعبت ماتش وحش، بس فعلا لو منتخب بلجيكا فضل بالاسلوب ده هيدخل فيه جوان كتيره قوي اول ما يلعب فرقه تقيله او فرقه فعلا تعور بجد. فرقه زي البرازيل، زي اسبانيا، زي امريكا، زي البرتغال، فرق زي دي فعلا هتعورهم جامد وهتعبيهم اجوان. احنا كمنتخب مصر ضيعنا اكتر من 3 اجوان في الماتش ده لوحده، وفي كور في النهايه كان فيها سوء فينش، يعني اتمنى يتعالج الماتش الجاي، لان انت الماتش الجاي هيبقى قدام نيوزيلندا ولازم فعلا تستغل كل فرصه هتجيلك، لان دي هتكون فرصتك للصعود دايركت او دايركت بقى، هيبقى دايركت بجد. الماتش الجاي منتخب مصر لو فاز على نيوزيلندا هيتاهل للدور الثاني رسميا، وهيكون اول فوز لمنتخب مصر في كاس العالم. خلينا نتكلم على قصه الجون اللي دخل فينا، مع ان فعلا مش حابب اقوله ولا حابب افتكره. الكوره هنا كان بدا فعلا اكتشفوا ثغره عندنا في الجبهه الشمال ناحيه فتوح، وامام عاشور في الكوره دي ما رجعش يدافع، ما رجعش يغطي كويس مع فتوح، لان فعلا امام في الكوره دي كان بدا يتعب جدا جدا، وانا مش بطبل له. امام عمل مجهود كبير جدا، وهو خارج في اخر الشوط كان بيقول لصلاح انا مش قادر، ولما نزل الشوط الثاني كان باين ان فعلا امام عاشور جاب اخره. الكره دي اتلعبت من ورانا ناحيه فتوح ولعبوا عليها اكتر من مره بعديها بشويه، بس خلينا نركز في الجون ده. الكره دي اتلعبت، سوء الحظ بتاع الدنيا كلها جه في الكره دي. الكره عدت من ياسر ابراهيم وعدت كمان من لوكاكو، لو ما خدتش بالك هي عدت من لوكاكو. الجون ده اللي جابه محمد هاني في نفسه، ومش هو اللي جايبه او كان بيشتتها، الكره دي خبطت فيه ودخلت، حتى ما عدتش من على وش رجله، هي دخلت. اختارت اسهل حل ان هي تخبط في رجله وتخش، واختارت اصعب حل بالنسبه لنا. الجون ده لو ما كانش جه كانوا هيزودوا ضغط اكتر، وكنا احنا ممكن نلاقي فرص نروح بيها على الجون من المرتدات، وكان ممكن الماتش ده يتقلب لنتيجه ثانيه خالص، وكنا ممكن نسجل جون كمان. لكن قدر الله ما شاء فعل، هو مكتوب غلطه، مش هقول لك ساذجه لان هي مش غلطه اصلا. هاني عامل التغطيه العكسيه كويس جدا، لكن الكره زي ما قلت لك سيناريوهاتها مش زي ما احنا عايزين. كل اللعيبه كانت رجاله يا جماعه. شوبير عمل مستوى كبير قوي يا جماعه، وشال كورتين حلوين قوي 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 قوي. شوبير امان يا جماعه في الجون، امان بجد، بقيت احس ان انا في امان وهو واقف في الجون. شال كورتين مهمين جدا، وشال كوره من مدافع بلجيكا فعلا كانت هتبقى في الجون وهو شالها من قلب الجون. مروان عطيه كان هايل هايل هايل، بحبك بحبك بحبك، لعيب بجد جامد قوي يا جماعه، لعيب حلو فعلا. في اخر الماتش ما كانش قادر، بس فعلا هو عمل 90 دقيقه جباره جباره بجد. كل اللعيبه عملت اللي عليها في الماتش ده، ما اقدرش اتكلم عن اي لعيب بصراحه في اي حاجه وحشه غير اللي انا ذكرته، وهي حاجات بسيطه جدا تتظبط مع الوقت. غير كده بجد بجد اللعيبه عملت كل اللي عليها وطلعت بالماتش لبر الامان، وكنا فعلا مستحق نكسب الماتش ده. في كوره بس كده كان زيزو عداها وخلاص، لما المدافع بتاعهم اللي كان واخد انذار الباك الشمال واتمسك، اتعمل له فينش واتهبط في الارض، والحكم لا اسمع لا ارى لا اتكلم. ليه؟ لان اللعيب ده واخد انذار. ما انا بقى لو شعر اصفر وعيني زرقاء كان حسبها لي ضربه جزاء او حسبها لي حتى فاول من بره، لكن ده ما بيحصلش، وخلاص الماتش عدى بحلو ومره، كل ده عدى. انا من قبل الماتش ده ما كنتش اتخيل ان انا ابقى ند مع منتخب زي بلجيكا اصلا، المنتخب اللي كل الناس كانت مصوره لنا ان هو منتخب مرعب، وعلى فكره هو منتخب كويس جدا ومنتخب مرعب للفرديات اللي فيه، لكن احنا على مين يابا؟ وامام عاشور عمل اللي عليه في الماتش ده واستحق ان هو ياخد نجم المباراه من الفيفا. فمبروك لامام ومبروك للعيبه اللي عملت اللي عليها. عايزين اللي جاي يكون احسن، لان اللي جاي هو الاهم، مش الماتش اللي عدى خلاص. شفت وشك منور ازاي لما سبت الخمسه دي ولعبت بالاربعه عادي جدا؟ شفت وشك منور ازاي ولعبت كويس؟ وزي ما قلت لك في اول الحلقه، انا بجد فخور فخور فخور، ومستني اكتر من اللعيبه دي، ومستني فعلا التاهل لمصر، ومستني ان احنا نفوز باول ماتش في كاس العالم. قريبه يا جماعه قريبه. وعمر المهدي كان منزل حلقه بيقول مصر بطل كاس العالم. يا معلم شكلها بتقرب ولا ايه؟ فبجد انا مبسوط، والنهارده من اسعد الايام اللي شفت فيها منتخب مصر بيلعب كوره، واتبسطت ان احنا لعبنا كوره، وبلا شك زي ما قلت لك ده افضل ماتش لمنتخب مصر في تاريخه في كاس العالم. عملنا كل حاجه حلوه وعملنا كل حاجه صح، وقلت لك ان حسام حسن جريء صح، بيخرج صلاح في الدقيقه 75 عادي جدا. محدش يقدر يعمل اللي عمله حسام حسن ده غير حسام حسن. وبينزل مكانه مين؟ حمزه عبد الكريم. حمزه عبد الكريم اللي بيشارك في الدقيقه 75 في اهم ماتش ليك واقوى ماتش ليك في المجموعه. قلبه ميت، قلبه ميت بجد، ما بيهزرش. وحمزه عبد الكريم واضح ان فعلا الولا كواليتي عالي قوي، يعني الولد جامد قوي، الولا فرده. ونزول حمزه عبد الكريم ده بيخليه اصغر لاعب في تاريخ مصر يشارك في كاس العالم، واصغر لاعب عربي يشارك في كاس العالم. والحوار ده ممكن يضايق ناس كتير قوي قوي قوي. اللي قال لك قبل كده انه اسمه مش معلق معايا لسه، اديك عرفته.
اديك عرفته بالرقم اللي هو عمله من اللا شيء، وهو ما عملش اي حاجه لسه وبيقول بسم الله. فبالراحه كده يا جماعه على الولا، لان واضح ان بجد الولا الكواليتي بتاعته فارقه، ولما نزل كان مؤثر وكان كويس. ما رحناش كتير من بعد ما نزل وما كناش مهددين بشكل كبير، لكن واضح ان هو كان عامل لك شكل كويس، وكان بينط في ثنائيات وبياخدها بالدماغ وبينزلك الكوره للعيب بتاعك اللي في نص الملعب او على الطرف، وده كان بيدينا وقت على الكوره. وكل ده بسبب حمزه عبد الكريم والمدرب اللي نزله عشان عايز منه الكام حاجه دي. ولما نزل اللعيبه بتاعتنا بقت تلعب الكوره على الارض مش على الدماغ، ما تلعبلوش عشان هو يحط بالهيد. فده حاجات من ضمن الحاجات اللي كنت لازم اتكلم فيها على اللعيب المصري يعني. بس انما انا مبسوط جدا لحمزه عبد الكريم انه سجل اول مشاركه ليه والفيرست ديبيو ليه كلاعب مصري، اصغر لاعب مصري واصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كاس العالم. كان ناقصنا بس شويه حظ قد كده، شويه حظ قد كده بجد، لكن اللي جاي احسن، واللي جاي ان شاء الله هيكون لينا وهنصعد. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان يجيلك كل جديد عن مصر في كاس العالم. لسه عندنا حلقه هنعمل ايه مع نيوزيلندا، هتنزل قريب ان شاء الله كمان كام يوم، قبل الماتش بيومين او قبل الماتش بيوم على حسب. وكان معاك عبد الله القاضي، ودي قناه في ال 18. وزي ما قلت لك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك، وتستنى اللي جاي. وبس كده، مستني رايك في الكومنتات عن الماتش، وايه رايك وايه اللي محتاجين نحسنه. وبس كده، سلام.